السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا أن أتكلم إليكم كنائب ألماني سابق من أصل سوري وبجذور تركية. أنا اليوم حقا سعيد جدا أن أكون بينكم، لأنني أرى الآن أناس من 40 دولة أتوا هنا لكي يتضامنوا مع أهلنا في تركستان، وهذا يفرحني جدا بأن كرة الثلج بدأت تتشكل، وعندما تتشكل كرة الثلج فإنها ستكبر وستكبر وستكبر، وأنا مطمئن جدا الآن. نحن هنا إخوتي أخواتي لكي نقول لأهلنا في تركستان بأنكم لستم لوحدكم. نحن أتينا كلنا هنا من أصقاع العالم لكي نتضامن معكم، لكي نتضامن مع الذين الآن يصلون في الأقبية لأنهم يخافون أن يصلوا بشكل واضح، لكي نتضامن مع إخوتنا وأخواتنا في المعسكرات، لكي نتضامن مع بناتنا التي تجبرنا على الزواج مع الصينيين، لكي نتضامن ونقول لهم أنكم لستم لوحدكم، وأن هناك كثير من الشرفاء بالعالم يقفون إلى جنبكم، فلهم منا ألف تحية على صمودهم وبقائهم. إخوتي أخواتي، الآن الرياح مواتية جدا. أنا كسياسي ألماني أقول لكم ما يحصل الآن في ألمانيا. نحن لدينا الآن ائتلاف في ألمانيا من 3 أحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الليبرالي، وحزب الخضر. هل تعلمون بأنه أول مرة يحصل في تاريخ ألمانيا أن يضعوا موضوع الإيغور في اتفاقهم، في اتفاق الحكومة، في اتفاق الائتلاف، وينوهون على ذلك ويشجبون في الصين؟ فإذا هي الرياح مواتية، والآن العالم يفتح أذانه لكي يسمع ماذا يحصل في تركستان. أنا لي جملة دائما أكررها وإلي رجاء لديكم أقولها كسياسي وأعرف تجربتي في ذلك: وجد التشابه بين السياسي والذبابة أن تقتل الاثنين بجريدة. هذا يعني ما هي قوة الإعلام. علينا أن نتوجه إلى الإعلام، أن نتوجه إلى الإعلام العالمي، أن نوصل صوتنا، أن نبقى في حجرة مخفية. أنا تمنيت أن يكون هناك كل الإعلام العربي والتركي يقف هناك ويوصل رسالة أهلنا في تركستان في كل مكان، ولكن هي الآن أصبح هذا واجبنا وفرض علينا. وزيرة الخارجية الألمانية قبل أسبوع شجبت بما يحصل في تركستان، وقالت لوزير الخارجية الصيني: يحصل لديكم هكذا، عليكم أن تشرحوا لنا ماذا يحصل لديكم، وهذا شيء جميل. نحن علينا أن نضغط على حكوماتنا في كل مكان ونقول لهم: كفاكم أن تضعوا المصالح الاقتصادية فوق حقوق أهلنا وأخوتنا في تركستان. المصالح الاقتصادية عليها أن تكون في الدرجة الثانية والثالثة، وعلينا لا ننسى إخوتنا وأخواتنا في تركستان. أريد أقول لكم تجربة بسيطة التي أنا عملتها مع الصينيين. أنا كنت في البرلمان في لجنة الشكاوي والاسترحام. جاءنا وفد صيني وبدأوا يشرحون لنا عن الصين. أول سؤال سألته أنا، وأنا كنت عضو في هذه اللجنة، سألتهم عن حقوق الإنسان في تركستان وحقوق الإنسان في الصين. هل تعلموا ماذا عملوا؟ بعد سؤالي مباشرة غادروا القاعة، وأنا سعيد جدا بأنني بسؤالي هذا طردتهم من البرلمان، وهذا شرف لي وأقول لكم أمامكم الآن. إضافة إلى ذلك، رئيس الوفد بقي 3 أيام مريضا بالفندق، لا يستطيع أن يأخذ مواعيده لأن كانت الصدمة عليه كبيرة، وأصبح الصحفيون يتصلون بي: ماذا قلت لهم؟ ماذا عملت بهم؟ إخوتي أخواتي، نحن هدفنا أن نلتقي في تركستان، أن نقوم بهكذا مؤتمر في تركستان، وأن نذهب إلى هناك ونبني جوامعنا ونعلم آذاننا ونصلي صلاتنا ونقول لإخوتنا وأخواتنا: أنت اسمك محمد وعلي ومصطفى وخديجة وعائشة وكل الأسماء الإسلامية، وأنا نعلم هذا.
وأنا متفائل جدا وأني أرى فيكم الخير، فلنلتقي في تركستان في القريب العاجل إن شاء الله. وشكرا لكم، شكرا جزيلا.